في جملة يا جماعة مستفزة جدا بيطلع يقولها أغلب الزملكاوية اللي بيظهروا في الإعلام. يطلع يقول لك اديني استقرار واديني فلوس ورعاية زي رعاية النادي الأهلي وأنا هنافس على كل البطولات. مش عايز دي في دي؟ أجيب لك دي في دي على رأي الليمبي. شيء مستفز جدا. لو أنت عايز الناس كلها تديك كل حاجة، أنت هتشتغل وتعمل إيه؟ أنت مش عايز تشتغل وتتعب نفسك خالص؟ عايز الفلوس تجي لك على الجاهز والرعاية تجي لك على الجاهز وكمان الاستقرار يجي لك على الجاهز، وانت اساسا عارف ان سبب عدم استقرار النادي هو ابناء نادي الزمالك، يعني منكم فيكم. وفي الاخر عايز الناس وعايز الدوله توفر لك كل ده وانت قاعد باشا كده وعايز تنافس على البطولات بدون ما تتعب وبدون ما تشتغل. النادي الاهلي اشتغل كتير جدا وتعب كتير جدا عشان يوصل للمكان اللي هو فيها دلوقتي. اشتغل واتعب وحاول توصل للي فيه النادي الاهلي. مش اديني اديني اديني، اديك ايه؟ الاستقالات في نادي الزمالك يا جماعه نازله ترخ زي المطر بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل. بيستقيل المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي، وأنا هنا في نقطتين عايز أتكلم فيهم. أنت كزملكاوي مش معترف إن مرتضى منصور وعياله كانوا بياخدوا عمولات وسمسرة من ورا نادي الزمالك، وإن كل اللي كانوا موجودين في مجلس الإدارة مستفيدين ماديا من ورا نادي الزمالك، وفي كلام كتير على اختلاسات وعلى فساد مالي داخل نادي الزمالك. أنت كزملكاوي معترف بده، حلو قوي. طيب فين المساءلة القانونية للناس اللي مشيت؟ ولا خلاص كده الناس دي استقالت فخلاص مفيش قضايا ومفيش مساءلة قانونية لأي حد؟ ولا ده قانون ساكسونيا برضه يا شيكا؟ النقطة التانية، أنت كزملكاوي مش عايزك تفرح كتير، لأن ببساطة من وجهة نظري إن مرتضى منصور كلها مسألة وقت ويرجع تاني. مرتضى منصور والمواليين ليه اختفوا من المشهد حاليا علشان نادي الزمالك أصبح غارق في الديون، وأول ما هيتم إنقاذ نادي الزمالك وانتشاله من الأزمة اللي هو فيها عن طريق بيع اللعيبة المهمة في الفريق، هيبتدي يرجع تاني مرتضى منصور ويترشح في الانتخابات ويكسب الانتخابات ويمسك مقاليد الحكم تاني في نادي الزمالك. فما تفرحش قوي كتير لان عصر مرتضى منصور من وجهة نظري لسه ما انتهاش. في فئة كبيرة من جمهور النادي الاهلي مش عاجبها شعار النادي الاهلي الجديد، وانا الصراحة شايف ان شعار مميز جدا، الالوان مميزة، التصميم كمان مميز، النسر مميز جدا، كمان جملة نادي القرن اللي ما كانتش محطوطة السنة اللي فاتت اتضافت السنة دي. انا شايف الصراحه يا جماعه ان الشعار حلو جدا ومميز جدا ومعبر جدا عن النادي الاهلي. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات في شعار النادي الاهلي الجديد. انا هحط لكم الشعار هنا في الفيديو، يا ريت تقولوا لي رايكم في الشعار الجديد. وكمان يا جماعه احنا لازم نراعي مشاعر اخواتنا الزملكاويه. احنا بقينا جمهور مرفه جدا يا جماعه وما نراعيش مشاعر اخواتنا الزملكاويه. يعني انت عندك اخواتنا الزملكاويه عندهم وقف قيد ومش عارفين يشتروا صفقات، وعندهم مشاكل بالكوم ومديونين لطوب الارض وعليهم ديون لكل الجهات سواء داخليه او خارجيه، وعندهم مستحقات لعيبه مش عارفين يدفعوها وهيضطروا يبيعوا احمد سيد زيزو علشان يدفعوا مستحقات اللعيبه. واحنا عمالين نتناقش الشعار حلو الشعار وحش، ده عاجبه الشعار وده مش عاجبه الشعار. يعني يا جماعه نهدى كده ونراعي ان في اخواتنا الزملكاويه بيموتوا جنبنا ومجلس اداره استقال وظروفهم صعبه.